صباحكم بكل خير. النهارده هنستفيد من قشر اليوستفندي في عمل حلويات تبقى مدعمة بفيتامين سي. هنحط 5 معالق صغننين بتوع شاي عليهم، و هنحط هنعصر اهو 3 يوستفنديات، يبقى ال5 قشر عليهم 3 يوستفنديات. يعني انتوا هتاكلوا الاتنين الاولانيين، ها، هتفضل قشر الاتنين وبعدين تحط عليهم التلاتة التانيين عصير. هنغليهم على النار. هنصفيهم طبعا. العصير بتاع التلات يوستفنديات اساسا القشر هيشربهم يعني، بس يعني عشان يبردوا ما يستووش زيادة. بنبردهم. شبكة على صينية، سكر وعليه شوية قرفة صغيرين جدا. وهو لسه سخن شوية، يعني ما يبقى سخن جدا بس لسه سخن اهو. اوكي، هبتدي احطه في السكر يمين وشمال وبعدين اطلعه على المصفى. دول ال5 قشر يوستفندي. قشر اليوستفندي عندي نشف خلاص، فقلبته على الناحية التانية. خلاص بصوا نشف. اوكي، لو في سكر زيادة انا ببتدي افركه، وبعد كده اقدر احلي بيه شاي، فيبقى شاي بطعم اليوستفندي، وهيبقى مليان فيتامين سي. مش عايزه اقول لكم طعمه، مش عايزه اقول لكم الفايده بتاعته، احلى من 100 دواء برد يبوظ الكبد. والف هنا.